Prepare to launch test missile. Command Captain, Moscow confirms test missile launch authority. Contact. No contacts. Radar, sonar, contact. No contact. No contact. Sequence. Fighter Missile 3. Time to launch. 15 seconds. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير. مثلا يقول لك ما كاش حكام والحكام كفارة يكفروا الحكام وكذا. احنا ما نتهموهمش باللي خوارج، ولكن نتهموهم باللي عندهم هوى خارجي. هاد الناس راهم يحاولوا يستغلوا جميع حملة نديروها باش يجوا يبثوا السموم تاعهم، ولكننا قلنا لكم بأننا لكم بالمرصاد. كما تزغد ما كاش كيفاش تزغد، ماشي لان خاطش حنايا حاجه كبيره ولا مثلا انا نعرف خير منك، لا ابدا، انت تجي تكذب ولكن حنا نقدموا الحجه والدليل وبكل بساطه. وتأمل في أحوال ذلك الصبي الغر الذي يحكم قطر. الشعب القطري شعب طيب، وأما هذه القيادة العفنة، لماذا؟ لأنه عميل قذر وابن عميل. وكذلك ذلك الأحمق الذي على رأس الحكم وسدته في تركيا اليوم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: الخوارج إنما سموا بهذا الاسم لأنهم قد خرجوا على ولاة أمر المسلمين. الداعية المسلم في بلد ما، هل يجوز له أن يتكلم في ولي الأمر المسلم في بلد آخر؟ اي نعم، هذا من مذهب الخوارج. والخروج على ولي الأمر يتنوع، منه خروج بالسلاح ومنه خروج بالكلام. لا يجوز إتاحة الفرصة لمن يسب ويشتم ويتنقص، لا يجوز هذا، لأن هذا ما هو ضرر على ولي الأمر فقط، هذا ضرر على المسلمين لما يترتب على ذلك من الشرور والفتن. فمن فعلها فقد خرج عن ما عليه ولاة الأمور وما عليه أهل العلم في وقته وبلده. نعم. نطرح لكم سؤال فقط للإخوة والأخوات، يعني اللي يخدعوا بهذه العبادة. جمعية العلماء المسلمين وش هي العقيدة تاعهم؟ عقيدة سلفية خوتي، عقيدة تاع الدين تاعنا بفهم سلف الأمة، ما كان لا وهابية لا والو. هذا مصطلح وهابية جبدوه بالعاني باش يضربوا الدين، هذا ما كان. هذه المصطلحات رانا تكلمنا عليها سابقا، ما تنخدعوش بأمثال هؤلاء. ما كان لا وهابية لا يديك لا يجيبك، كاين الدين تاعنا بفهم السلف الصالح على منهاج النبوة. ما يثير الجدل في فكر ابن باديس الإصلاحي رفضه الخلافة كمشروع سياسي وهجومه على دعاتها، ما رأى فيه منتقدوه علمانية تدعو لفصل الدين عن السياسة لتزداد حدة الهجمات عليه بعد رثائه أتاتورك مؤسس تركيا العلمانية، بينما يذهب مناصروه إلى أن أفكار ابن باديس الإصلاحية كانت ضمانة لمنع فرنسا من التذرع بتدخل علماء الدين في السياسة. يقولوا عليه الحويني ويعقوب وحسان ومصطفى العداوي عامل امن دوله وما تسمعوا لهمش لهذوك الشيوخ، ويجب ان نفوطوا على الاخوان ولست ادري وغيرها من الكلام. لما الناس كامل راح تفوطات على الاخوان وطلعوا الاخوان وحكموا مصر، لانه هذوك الشيوخ راني نتكلم عليهم الان، حسان يعقوب الحويني العداوي، قلت لكم كانوا لي ستارت على تلفزيون هذاك الوقت، الناس كانت تسمع لهم، كانوا وش يقولوا الناس تقول سمعا وطاعة. إذن هما شاركوا بنسبة كبيرة في وصول الإخوان إلى الحكم. ثم لما لحقوا الإخوان إلى الحكم، شكون الأول اللي خرج على مرسي؟ شكون الأول اللي حرض الجماهير على مرسي؟ هما. هاي لك استمعوا. ما هو الفكر السلفي وما هو مضمونه؟ وهو سؤال عام تنطلق فيه ما شئت.
وحط فيه النقط على الحروف. السؤال واضح؟ أيوه اتفضل. هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفي. يوجه لدعاة الفكر السلفي، هم يقولون إن السلفية هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة، القرآن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الأجيال الثلاثة الغيرية. والسلف هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب القرآن والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن والسنة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف هم الأجيال الثلاثة الغيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والأجيال وهم كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. إيه مضمونه يعني الفكر السلفي؟ وهل تعني في إجابتك أنك غير سلفي؟ أنت حضرتك قلت يوجه إلى دعاة السلفية. أنا لا أنتسب إلى حزب ولا جماعة ولا ما ليش علاقة بالحزب، أنا بتكلم في الدين. في الدين أنا فكري، أنا أحب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه. والسلفي؟ السلفي يعني قد يكون متحزب، قد يكون يعني حالتين آخرتين أناقشهم معاك. خلينا هنا عند السلفي والسلفي التكفيري. قال أنه استقى معلوماته والتزم دينيا من خلال ما كان يسمعه من خطب لهؤلاء المشايخ الذين ذكرتهم وأنت من بينهم، وقال أنهم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. يعني أخذ إيه؟ هو أخذ إيه؟ يقول إنه أخذ إيه مننا؟ ثم هو جمع ما حددش. أقول لحضرتك إن الشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطب طلبة العلم، شفاه الله وعافاه. الشيخ محمد حسان أسأل الله أن يشفيه وكذلك يخاطب الملتزمين. أنا أخاطب العوام. كل إنسان بيخاطب فئة، هو عنده فئة مستهدفة، يعني فليس من سبيل أن ندعي، يبقى هو ترقى من كلامي أنا بتاع صلي على النبي، واذكر الله، خفض الموت، اعمل للموت، صلح قلبك، طهر قلبك، بطل ذنوب ومعاصي، ارتقى من ذلك إلى الشيخ محمد حسان إلى الشيخ أبو إسحاق. لكن هذا كله هذا المجال. الشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطب طلبة العلم كده، والشيخ حسان يخاطب الملتزمين، وأنا أخاطب العوام. ومعنى كلامي أنني حين أخاطب العوام فقد يرتقي بعد ذلك إلى إيه؟ إلى غيري. فقد ينتقل بعد ذلك إلى غيري. راكم سمعتوا لي يعقوب قال لك تمسخروا بينا. هيا اسمعوا الان للحويني، هذا اللي يجي يقول لك الحويني عمره ما دخل روحه في السياسه، ومسكين الحويني. شوف الحويني كيفاش كان يحرض. انا حبيتك ووثقت فيك وما شاء الله عليك يعني والكلام ده. فواحد وانا في المستشفى كده اداني الكتاب وقال لي ايه خد اقرا فيه، وانا راجل على قدي وما اعرفش اذا كان الكلام اللي فيه صح ولا غلط، فممكن تقرا الكتاب ده وتقول لي اقراه ولا ما اقراهوش. كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب عباره عن ايه وحديث وما يؤخذ من الايه والحديث، مش اكتر من كده، عناوين يعني. الراجل خد الكتاب وبعدين بعد 3-4 ايام قابله صاحبنا قال له يا مولانا قريت الكتاب وكده، قال له كتاب رائع ممتاز ليس فيه غير القرآن والحديث وما يؤخذ من الحديث من الفوائد. حينئذ فجر قنبلته وقال له هذا الكتاب هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي سمعتك تقول أنه ضال مضل. أسقط في يد الإمام وما صدقش الموضوع. قال له لا أنت بقى الأستاذ مش أنا. زيد اسمع المصطفى العدوي تاعك اللي جايبه البارح وتقول شيوخ ما تعرف والو تجي تخرط. شيخ السيد إخواني حبيت ترجعوا من أهل السنة. اسمع العدوي ايش كان يقول. بعض طلبة العلم يزاهدون الناس في كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب
بدافع أن فيها تكفير. ماذا لو اعتمد المسلم على شروح العلماء كالشيخ صالح آل الشيخ وابن عثيمين؟ لا بأس بالاستفادة من هذه الكتب وتتقى الزلات التي زلت فيها أقدام أهل العلم عموما، فلم يكد كتاب يسلم من خلل إلا كتاب الله. زيد اسمع الآن الحسان وش كان يقول. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذا الإمام المفترى عليه أيضا، هذا الإمام المفترى عليه أيضا من كثير من الناس. ويقال الدعوة الوهابية، ما فيش حاجة اسمها الدعوة الوهابية، ما فيش حاجة اسمها الدعوة الوهابية، إنما هي الدعوة الإسلامية. وهذا إمام من الأئمة قام لينصر دين الله تبارك وتعالى، قام ليحارب الشرك بكل صوره، وقام ليدعو إلى التوحيد بكل صوره، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واسمعوا الشيخ رسلان وش كان يقول، واسمعوا الشيخ رسلان وش كان يقول، واسمعوا الشيخ رسلان وش كان يقول. وتأمل في أحوال ذلك الصبي الغر الذي يحكم قطر. الشعب القطري شعب طيب، وأما هذه القيادة العفنة، لماذا؟ لأنه عميل قذر وابن عميل. وكذلك ذلك الأحمق الذي على رأس الحكم وسدته في تركيا اليوم. Confirm missile away, Captain. Congratulations, Comrade Captain. We just wrote our names into the history books. Colonel Luff. Captain. Confirm successful missile launch to Fleet Command. Yes, Captain. This is the captain. We have successfully launched our test missile. All hands stand down from combat stations. Yes.